السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عمر صلاح مهدي. بمناسبة العيد، ايه هو ارخص واسرع روتين لعلاج حب الشباب؟ ومفاجأة في اخر الفيديو، ازاي تفتحي بشرتك 5 درجات. عشان خاطر ما نطولش الفيديو كالعادة، يلا نبدأ كلام. ايه هو بقى ارخص واسرع روتين لعلاج حب الشباب؟ مبدئيا كده، اول حاجة لازم استخدمها هو غسول للبشرة. اول حاجة اشوف بشرتي ايه، لو بشرتي دهنية او مختلطة فبستخدم اكرين غسول. بيستخدم غسول للوجه مرتين، مرة صباحا ومرة مساء. ده لو كانت البشرة دهنية او البشرة مختلطة فانا بستخدم اكرين غسول. طيب لو بشرتي جافة فبستخدم دراكون غسول. لو بشرتي جافة فبستخدم دراكون غسول. غسول للوجه مرتين، مرة صباحا ومرة مساء. دي كده أول حاجة بالنسبة للغسول. تاني حاجة بستخدمها كليندازول ماس. كليندازول ماس بتستخدم بقطنة، هو محلول مية بيستخدم بقطنة على الحباية نفسها، على الحباية الحمراء اللي مكونه صديد. بتستخدم بقطنة حركات دائرية على الحباية نفسها من دقيقتين ل5 دقايق، مرة صباحا ومرة مساء بعد الغسول. يبقى استخدم كليندازول ماس بقطنة مرتين، مرة صباحا ومرة مساء لمدة 5 دقايق بعد الغسول. تالت حاجة بستخدمها هي البيتنوفيت كريم. تالت حاجة بستخدمها هي البيتنوفيت كريم. البيتنوفيت كريم بيستخدم بعد الكليندازول على الحبوب الحمراء برضو، مرة صباحا ومرة مثلا بيدهن بحركات دائرية على الوجه. ده بالنسبة للبيتنوفيت كريم. بعد كده بستخدم مرطب، أي مرطب عادي، ممكن أي مرطب متوفر عندي في البيت بستخدمه. لو مش متوفر بجيب بنسينول كريم. بنسينول بيستخدم مرة صباحا ومرة مساء بعد البيتنوفيت. كده ده الدهانات اللي هتتحط على الوش. بالاضافه لازم استخدم مضاد حيوي كويس للحبوب اللي هي ماده الدوكسيمايسين. باخد دوكسيمايسين كبسول قرص مرتين يوميا، مره بعد الفطار ومره بعد السحور لمده 10 ايام. تعال نحسب كده الكورس اتكلف كام. الكليندازول ب 15 جنيه ونص، البتنوفيت ب 7 جنيه، الدوكسيمايسين ب 12 جنيه، البانسينول ب 11 جنيه. الكورس كله تقريبا اتكلف 45 جنيه. طبعا الغسولات هي اسعارها هي اللي غالية شوية. الاكرين ب 130 جنيه تقريبا، الدراكون قريب من سعره. طيب لو حضرتك مش متوفر معاكي ان انت تجيبي غسول، ممكن حضرتك تعملي غسول في البيت عادي جدا وسهله جدا. نجيب نص لتر ميه، نص لتر ميه، ونحط عليها 3 معالق ملح. 3 معالق ملح يحبذ انه يكون ملح طعام ناعم، والازازه ترج كويس جدا بحيث ان مفيش ولا حبايه ملح واحده ظاهره. ويستخدم مره بقطنه برضو صباحا ومساء على الوجه. بجيب قطنه واحطها في المحلول وبمسح بيها بس وشي بمجرد ان انا بفتح مسامات وشي، وبعدين بشطف وشي بشويه ميه واستخدم بقيه الكريمات عادي جدا، مفيش اي مشكله. ده يغنيني عن الغسول، بس الافضل طبعا ان انت تجيبي غسول. دي كده ارخص واسرع روتين لعلاج حب الشباب. مفاجأة اخر الفيديو بقى، ازاي افتح بشرتي 5 درجات. اول حاجة هستخدمها الغسول بدون نقاش خالص. الغسول هستخدم، لو كانت بشرتي دهنية او مختلطة هستخدم اكرين غسول. لو كانت بشرتي جافة هستخدم دراكون غسول. ده اول حاجة هستخدمها الغسول. تاني حاجة هستخدم ميلانو فري. احسن كريمات التفتيح بالنسبة للبشرة هي الميلانو فري. قبل ما احط الميلانو فري لازم اعمل اختبار حساسية. باخد حتة صغيرة من الكريم وبدهنها على رقبتي، واسيب الكريم لمدة ربع ساعة واشوف هل حصل احمرار في منطقة الدهان او حصل تحسس في المنطقة ولا لا. لو ما حصلش خلاص ان شاء الله باذن الله مفيش حساسية. وتقريبا معظم الناس ان شاء الله ما عندهاش حساسية، او الكريم نانو فري ما بيعملش حساسية. تدهنه مرة صباحا ومرة مساء لمدة ربع ساعة اول يوم، وازود دقيقتين كل مرة. هزود دقيقتين، يعني انا حطيت الصبح 15 دقيقة، احط بالليل 17 دقيقة، احط تاني يوم 19 دقيقة، احط تالت يوم 23 دقيقة، وهكذا. بزود دقيقتين بعد كل حطة من الميلانو فري. تاني حاجة هستخدمها، لازم ارطب بشرتي كويس جدا بعد اي كريم تفتيح.
بعد اي كريم تفتيح او بعد اي كريم تقشير لازم ارطب بشرتي كويس جدا، فبستخدم الستروبانتين كريم. الستروبانتين كريم من احسن الكريمات المرطبه ومن اقوى الكريمات المرطبه للبشره. ده تاني حاجه هستخدمها، هستخدمه مره صباحا ومره مساء بعد الميلانو فري. تمام. يحبذ ان انا احط الميلانو فري في الضلمه، ما ينفعش اي كريم تفتيح يتحط في النور، بيتفاعل مع النور وممكن يعمل حساسيه لبشرتك. تالت حاجة هستخدمها كريم قبل النوم، أزهى كريم. هحط أزهى كريم قبل النوم، هيتحط يدهن على البشرة كلها، يستخدم مرة واحدة يوميا قبل النوم في الظلام، مفيش مشكلة خالص ان انا انام بيه. ان شاء الله بإذن الله بالروتين ده هنضمن ان بشرتك تتفتح 5 درجات. في الختام نتمنى ان شاء الله باذن الله لو حضرتك او حضرتك استفدت مننا بمعلومه واحده فقط، او طلعت مننا باي حاجه، نتمنى ان حضرتك تشاركنا وتتابعنا. في النهايه سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.